انا غريب، علموني كل حاجه عن الاغراب. انا غريب، علموني. وده حال كل بيزنس مان اولد سكول ولسه فاكر يتعرف على السوشيال ميديا. يا عزيزي انت جاي متاخر جدا جدا، ده الدنيا دلوقتي كلها ذكاء اصطناعي وانت حتى مش عارف يعني ايه سبسكرايب. بس انا عارف انك ما فوقتش غير لما السجاده اتسحبت من تحت رجليك، سجاده الامان والمبيعات المستقره وعمر الشركه اللي مديها ثقه وتقل. صحيح ان البراند اتبنى زمان، بس تخيل انت قعدت 50 سنه تقريبا تبني فيه او ورثته عن والدك او عيلتك. دلوقتي في براندات بتتبني في ايام او اسابيع ومبيعاتها بالملايين وانت لسه بتتخانق على يوميه العمال. السجاده اللي انسحبت من تحتك دي انت ممكن ترجعها بسهوله جدا. حاول تفهم الزبون اللي انت بتبيع له دلوقتي. الزبون اللي انت بتبيع له دلوقتي مش زي زبون زمان. الزبون زمان كان بيعتمد على سمعه الشركه المنقوله عبر اللسان اللي احنا بنقول عليها وورد اوف ماوث، لكن دلوقتي الناس كلها ليها اللي ظاهر. انا اللي ظاهر لي مين؟ اللي ظاهر لي على السوشيال ميديا او على بيعمل لي ماركتنج عموما سواء اوفلاين او اونلاين. لو فضلت ماشي بالطريقه القديمه هتلاقي نفسك بتتنسي واحده ورا الثانيه. لازم تتطور ولازم تواكب الاجيال الجديده. لازم اشوف هم بيحبوا ايه واعرض منتجي بالطريقه اللي هم بيحبوها. ساعتها انا هيكون معايا عوامل كتيره جدا للنجاح. هيكون معايا سجات الثقه اللي هي اصلا مبنيه على 50 سنه تجربة مستخدم واسم كبير جدا معمول في السوق، مبنية على خبرات الناس اللي فاتوا وقد ايه هم بينقلوا للأجيال الجديدة ان الاسم ده كله ثقة. فتخيل بقى لو الناس اللي هم كانوا بيشتروا منك زمان اللي هم دلوقتي أبهات وجدود، الناس دي بيقولوا اسمك بالتكرار للأجيال الجديدة، بس الأجيال الجديدة مش شايفينك. فتخيل بقى لو شايفينك هيعرفوا ان الشخص اللي بيبيع لهم ده شخص متطور، شخص متجدد، هيكون عندهم ثقة عملاقة جدا في انه يشتري منك انت، لانه اوريدي في تجربة لناس يعرفهم بيثقوا فيك جدا. افتكر ان الشطاره الحقيقيه هو ان انا اواكب التطور وان انا اعمل كل جديد يفيد شغلي. انا عبد الرحمن عادل وبقدم محتوى عن الماركتنج والبيزنس. لو حابب تعرف اكتر تابع فيديوهات. شكرا جدا ليكم.